لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. أفادت تقارير إعلامية أن السلطات في الجزائر تواصل تمسكها بقرارها القاضي بمنع فتح مجالها الجوي في وجه الطائرة المغربية التي خصصتها الجامعة الملكية المغربية لنقل وفد المنتخب الوطني للمحليين إلى مدينة قسنطين الجزائرية، أين سيجري مبارياته برسم بطولة كأس إفريقيا للمحليين. وفي ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية قد تضطر للموافقة على طلب المغرب، لكن شريطة أن يستقل وفد المنتخب الوطني طائرة أجنبية، في إشارة إلى طائرة تابعة للخطوط التونسية وليس الخطوط الملكية المغربية. ومن جانبه، نفى مصدر بجامعة الأقجع أن تكون هذه الأخيرة قد توصلت إلى حدود اللحظة بأي مقترح جديد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بوصفه المخاطب الوحيد في هذا الموضوع. جدير بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد حسمت في أمر مشاركة المنتخب الوطني للمحليين بشأن الجزائر المزمع انطلاقه يوم 13 من الشهر الجاري، حيث اشترطت نقل الوفد المغربي على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة من الرباط صوب قسنطينة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة.